بعد الفيديو ده مش هيكون عندك اي مشكله في نطق حرف الاو بجميع اصواته. هما 6 حالات هنقولهم مع بعض، بعدها تكون محترف في جميع اصوات حرف الاو. اول حاله ان حرف الاو بيطلع صوت الاو عادي جدا، زي كلمه no او كلمه phone بتقول حرف الاو، اكنك بالعربي بتقول كلمه يوم، صح؟ يوم. يلا انت الكلمه دي. window window. smoke smoke. وعندنا كمان 4 حروف على بعضهم اللي هو ال O U G H، دول على بعضهم بيتنطقوا O، زي كلمة though أو although. الحالة التانية إن حرف ال O بيطلع صوت قصير فبنسميه short O، بيبقى عامل زي المطب كده فبنقول زي كلمة come come. أو كلمة mother، مش بنقول mother، بنقول mother. أو كلمة other. أو كلمة month month. الحالة الثالثة وهي اللي بتكون عاملة مشاكل كبيرة جدا، لأن هي الفم بيكون مفتوح فيها فبنقول زي كلمة pot، فالأو بتكون مفتوحة فبنقول pot. أو كلمة dog top. طب يلا أنت اقرأ الكلمة دي. rock، ممتاز. أو كلمة box. الحالة الرابعة إن في 2 أو يجوا مع بعض وهنا بيعملوا صوتين، يا إما صوت طويل فبنسميه أو، زي كلمة food spoon school. أو تعمل صوت قصير فبنسميه short، زي كلمة cook، مش بنقول كو، بنقول cook. أو كلمة took. أو كلمة book. حابب اقول لك ان انت لو لسه مكمل الفيديو لحد دلوقتي فمبروك، انت من الناس القليله جدا اللي هتتعلم لغه انجليزيه. فما تنساش ان انت تعمل اشتراك وتفعل الجرس او تعمل فولو لو انت بتشوف الفيديو ده على اي منصه تاني. وصلنا للحاله الخامسه والصوت الخامس لحرف الاو ان هو بيتنطق او زي كلمه about out. او كلمه cloud out. او كلمه house. ممتاز. يلا انت الكلمتين دول out loud. ممتاز. اخر حاله بقى الحرف الاو ان هو بيتنطق اوي، وده غالبا في حالتين، ان بيكون في او واي في اخر الكلمه او او اي، او واي او او اي، فبتتنطق اوي فبنقول boy او enjoy. او الكلمه دي point. او الكلمه دي join. اخر حاجه حابب اقولها لك ان حرف الاو فيه حاجه شاذه صغيره كده، وهو الكلمه دي نطقها women مش woman ولا اي حاجه، women. بس كده، سيب لي الفيديو بقى عشان هتحتاجه، صدقني ده كنز والله. الموضوع طلع اصعب مما اتخيل. اخيرا بصراحه خدت مني وقت، انا كنت فاكر انها مش هتاخد الوقت ده كله بصراحه.